استنى. القضية دي دخلت صاحبها السجن علشان مضى على ورقة بيضة. القصة دي حصلت فعلا، مش تحذير نظري. أحمد شاب عنده 34 سنة، رب أسرة، موظف وأب لطفلين. في 2023 قريبه قال له امضي هنا، ده إجراء مؤقت وروتيني علشان بس نخلص ورق. الورقة بيضة ما فيهاش غير الإمضة. أحمد مضى وقال صاحبي ده ثقة. بعد 7 شهور اتصلوا بيه، محضر قضية إيصال أمانة بمبلغ 350,000 جنيه. أحمد اتصدم، قال ده مستحيل. الورقة البيضة اتكتبت، اتحط عليها تاريخ ومبلغ. القانون قال كلمة واحدة، سأل سؤال واحد، قال له انت مضيت؟ قال له اه مضيت. قال يبقى الورقة صحيحة والإمضة صحيحة والقضية اتحولت لجنحة. أحمد حاول يثبت إن الورقة اتكتبت بعد الإمضة، بس للأسف ما عندوش دليل. الحكم 1 سنة حبس وكفالة، وقضى شهور جوه، مش علشان حرامي، بس علشان مضى بحسن نية. الخطر الحقيقي، القانون ما بيسألش انت كنت قاصد ولا لأ، القانون بيسأل انت مضيت ولا لأ. تحمي نفسك ازاي؟ عمرك ما تمضي على بياض. اشطب اي فراغات موجودة في الورقة، اكتب بخط ايدك بدون اي التزام عليك، خد صورة فورا وخليها معاك. الخلاصة، امضتك مش مجاملة، امضتك حكم عليك. افتكر دايما، لو حد قالك امضي بس، افتكر أحمد.